انا مش عارفه اعمل ايه، قاعده اطلب فطار وكل المطاعم بتقولي لاست. طب انتي مكبره الموضوع ليه؟ ما تنزلي تاكلي في اي مائده رحمن. مائده رحمن؟ اه يا بنتي، ده بيعملوا لحمه وفراخ وخضار وحاجات كتير قوي. بجد والله؟ اه يا بنتي، ده احنا في رمضان، كل سنه وانت طيبه. طب هو ايه علاقه رمضان بمائده الرحمن اصلا؟ أول مائدة رحمن اتنشأت على إيد أحمد بن طولون سنة 880، واللي كانت السنة الرابعة ليه في ولاية مصر، وانتشر الخبر في العالم كله إن كل سنة هتبقى في مائدة رحمن. بس مع مرور السنين ووفاة أحمد بن طولون محدش اهتم يكمل موضوع مائدة الرحمن ده، لحد ما تولى المعز لدين الله الفاطمي ولاية مصر، وقرر إنه يعمل أول مائدة رمضانية في العصر الفاطمي، وده علشان يفطر فيها أهل جامع عمرو بن العاص. وكان الراجل ده كريم لدرجة إن كان ممكن يوصل عدد القدور اللي خرجت من قصره ل 1100 قدر، وطول مائدة الرحمن كان ممكن يزيد وقتها ل 175 متر. بس برضه بعد وفاته بدأ عصر العثمانيين والمماليك في مصر، ووقتها كان في حروب كتير جدا بتواجه مصر، وللأسف موائد الرحمن ما كانتش من أولوياته. بس الحق يتقال إن في عهد المماليك كانوا بيحاولوا، يعني مثلا قسموا على الملوك مستلزمات المائدة طول الشهر، وكان منهم السلطان سعد بن قلاوون اللي اشترى وقف كامل من اللحوم، وكمان الرز والخضار علشان يحافظ على تمويل المائدة. المهم بعد فترة اتولى الملك فاروق حكم مصر، ومن وقتها لحد النهاردة ومائدة الرحمن ما بتتقطعش من مصر، وده بعد ما عمل أول مائدة في حكمه في قصر عابدين، وطلب من محافظين مصر إنه يعملوا زيها في كل المحافظات. ومن أشهر الموائد اللي اتعملت في مصر ولسه موجودة لحد النهاردة مائدة مساجد الأزهر والفتح ومصطفى محمود في القاهرة، ومسجد عبد الرحيم القناوي في قنا، ومسجد السيد البدوي في طنطا. ومع الوقت في مصر أهل الخير الكتير بقوا يفتحوا موائد رحمن صدقة كل شهر، وبقى الموضوع يفرح القلب ويثبت إن الدنيا لسه بخير، وإن الغني لسه بيصب على الفقير. في مصر بتمشي طول الشهر في رمضان علشان تقابل مائدة رحمن كل 20 متر. ومش بس المسلمين اللي بيعملوا كده، ده كمان اخواتنا الأقباط بيعملوا موائد رحمن في مصر، والحركة دي مش بتحصل في أي بلد تانية غير في الدنيا. وده من ساعة ما أول مائدة قبطية اتعملت سنة 1969، واللي أسسها راعي كنيسة ماري جرجس في شبرا، واتملت بالمسلمين والأقباط سوا، وما بقتش حاجة غريبة إنك تقعد تفطر على مائدة رمضان اللي أسسها مش مسلم أصلا. وبالمناسبة دي مش حاجة عادية إنها تحصل أصلا، بس بتحصل في مصر عادي. وبس كده، أنا صفا دهب ودي رحلة صفا، تابعوني.